صور المشتبه بهما تتصدر المشهد في فرنسا. سعيد وشريف كواشي شقيقان ولدا في الدائرة الباريسية العاشرة. الشرطة حذرت من إمكانية أن يكونا مسلحين وشديدي الخطورة. الصدفة لعبت دورا في التعرف عليهما إثر العثور على نسخة من البطاقة الشخصية لأكبرهما سنا، سعيد ابن 34، داخل سيارة ستروان سوداء التي تركاها وسط باريس قبل استيلائهما على سيارة أخرى. ثم ظهر مجددا في منطقة بونتان بعد أن التقطت كاميرات المراقبة مرورهما، وبعدها فقد المحققون أثرهما. الشقيق الأصغر شريف البالغ 32 عاما معروف لدى مصالح الشرطة الفرنسية، ففي عام 2005 أوقف واتهم بالتحضير للسفر إلى العراق للانضمام إلى ما يسمى هناك بجماعة الدائرة 19 أو بيتشومون، وكان يكنى بأبي حسن. في 2008 أدين وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، وبعدها بسنتين اتهمته مصالح مقاومة الإرهاب بالتحضير صحبة مجموعة بيتشومون لتهريب إسماعيل آيت علي بالقاسم من السجن، وهو محكوم بالمؤبد سنة 2002 إثر قيامه بالهجوم على محطة للقطار في باريس عام 95. شبهة كلفت شريف مدة احتجاز لم تدم طويلا أفرج عنه إثرها لقلة البراهين، ثم حاول التواري عن الأنظار لسنوات داخل هذه البناية في مدينة غانس، كما بقي اسمه على لائحة المجرمين الخطيرين التابعة للاستخبارات الفرنسية، ولكن أيضا على لائحة FBI التي أعلنت مشاركتها في التحقيقات الفرنسية.